بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم من ملعب السير. تحياتي لكل المتابعين. النهارده هنتكلم عن مباراه مصر وجيبوتي في افتتاح مباريات تصفيات كاس العالم، ولكن في بدايه حلقتنا زي ما وعدتكم دايما بناكد على الدعاء لاهلنا واحبابنا في فلسطين، وايضا ما ننساش المقاطعه. ربنا ينصرهم ويثبتهم ان شاء الله. النهارده معانا مباراه مصر وجيبوتي، مباراه ولا اروع، واستطاع المنتخب المصري ان يفوز بجداره. يمكن الحقيقه ما شفناش اداء بالشكل القوي ده، لكن الحقيقه المباراه كانت جيده جدا لروي فيتوريا. اول مره نشوف الفريق المصري بيفوز بنتيجه كبيره على فرق من الفرق المتوسطه المستوى، ولكن الحقيقه اداء ولا اروع. شفنا فنيات كتيره وشفنا تنوع خططي، ويمكن اتكلمنا على روي فيتوريا قبل كده انه من المديرين الفنيين المتميزين جدا خططيا، ولكن النهارده في الجزء الهجومي ادى اداء ولا اروع. روي فيتوريا في مهمه صعبه جدا، خاصه ان روي فيتوريا عنده فرصه ذهبيه للسنه دي الصعود لكاس العالم، اللي الحقيقه هيكون سبب في ان الجمهور المصري كله يكلم نفسه في الشوارع. فالحقيقه روي فيتوريا السنه دي عنده مهمه صعبه جدا جدا، تصفيات كاس العالم. الحقيقه المباريات كلها سهله. يمكن هنستعرض دلوقتي مع حضراتكم مجموعات كاس العالم في النظام الجديد بالنسبه لكاس العالم 2026. هيبقى عندنا 9 مجموعات، كل مجموعه فيها 6 فرق. حظ منتخب مصر كان جيد الى حد ما في مجموعته، معانا اثيوبيا وسيراليون وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائيه، وطبعا الفريق المصري. طبعا المباريات كلها هتبقى بنظام الذهاب والاياب. اعلى فريق هيحصل على عدد من النقاط هيصعد مركز اول. طبعا هناخد المركز الاول من كل مجموعه، يعني هيبقى معانا 9 فرق ب9 مقاعد في كاس العالم. بالنسبه طبعا للمتابعين اللي ما يعرفوش النظام الجديد بتصفيات كاس العالم في افريقيا، ايضا لينا مقعد 10 بالنسبه لقاره افريقيا. في حاله لو هناخد احسن 4 تواني بالنسبه للمركز الثاني، كل فرقتين هيلعبوا مع بعض بنظام نص النهائي. الفريق اللي هيصعد منهم هيلعب ملحق مع الفرق القاريه الاخرى، وطبعا اللي هيفوز منهم هيصعد الى كاس العالم. اذا هنا عندنا بالنسبه لقاره افريقيا فرصه ان ممكن يبقوا 10 مقاعد ايضا. لكن الحقيقه دي فرصه ذهبيه مش هتتكرر، ومهم جدا ان احنا نستغلها. عندنا جيل الى حد ما جيد، وبنتكلم على روي فيتوريا من المديرين الفنيين المتميزين. اتمنى ان احنا نعالج اخطائنا، نطور من نفسنا بشكل سريع جدا، لان الحقيقه الفرصه دي وارد انها ما تتكررش. خبر جيد بالنسبه لكل متابعين الفريق المصري، بالنسبه لجمهورنا الحبيب. يمكن الحقيقه القنوات الرياضيه بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه حصلت على بث مباريات منتخب مصر في كاس العالم بالتنسيق مع شركه اورا ديفلوبرز ايجيبت، وايضا البنك الاهلي المصري وشركه اتصالات مصر. تعالوا نتكلم مع بعض عن مباراه منتخب مصر النهارده. الحقيقه كانت مباراه جميله جدا. حتى في البدايه كان روي فيتوريا يعني ما عندوش تخوف من ان هو ينطلق ويدي الحريه للاعيبه انها يفتح الخطوط ويفتح الملعب ويهاجم بالشكل الشرس اللي احنا شفناه. اول صوره هتستعرض لنا كانت اولى الهجمات مصطفى محمد ومحمد صلاح. يمكن حال الراجل كان متنوع جدا خططيا. يمكن في بدايه المباراه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هتلاقوا ان مصطفى محمد ومحمد صلاح في الثلث الامامي وبيصنع له الهدف الاول، وفي اللحظه دي كان يعتبر بيلعب بطريقه 4-1-2-1-2، يعني بيلعب بطريقه 4-3-3. الحقيقه اللي عجبني في روي فيتوريا بيلعب رقم 6 اللي هو مروان عطيه، وبيلعب من قدامه بمحمد النني وزيزو، ودي الاول مره مدير فني يبقى عنده الجرأه يلعب بالطريقه دي. محمد صلاح ومصطفى محمد واللاعب عمر مرموش في الثلث الامامي. يمكن برضه في لقطه من اللقطات المتميزه الحقيقه اللي عجبتني في روي فيتوريا ومن جرأته وقوته، هنشوف في هجمه من الهجمات يمكن هنلاقي ان منتخب مصر بيلعب ب5 لاعيبه في الثلث الامامي. هنلاقي عمر كمال بيطلع من الناحيه اليمين واحمد فتوح، وبيدخل 3 في العمق عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد. ويمكن الحقيقه قوه روي فيتوريا النهارده، وده اللي احنا بنتكلم فيه، انه قوه محمد صلاح في ان هو يدخل في العمق. ويمكن الحقيقه عجبني قوي روي فيتوريا ان هو شغل محمد صلاح في العمق النهارده، واستطاع ان هو يحرز 4 اهداف ولا اروع. يمكن شفنا مصطفى محمد في الجول الاول بيصنع كره لمحمد صلاح بيدخل في منطقه الجزاء. ايضا شفنا كره احمد فتوح وهو بيخترق من على الاطراف ب1-2 ولا اروع الحقيقه، واستطاع ان هو برده يعمل اسيست رائع جدا لمحمد صلاح وانه يسجل هدف. يمكن حتى كنا بنتكلم قبل كده في حلقات سابقه ان احمد فتوح مع فريق نادي الزمالك ارقامه ضعيفه جدا على الرغم انه ظهير ايسر ولا اروع. النهارده لما لعب مع فريق مع مدير فني متميز وعنده فريق بامكانيات عاليه واستطاع ان هو ياخد الحريه، شفنا ازاي احمد فتوح انت ممكن تستغله، وان هو عمل في مباراه واحده يعني اسيستين. فالصراحه احمد فتوح من اللعيبه المتميزه جدا في مركز الظهير الايسر، ولاعيب سنه صغير ولاعيب سريع وعنده مهارات وعنده شخصيه، واللعيبه دي احنا محتاجينها الفتره اللي جايه. اعتقد ان احمد فتوح مع روي فيتوريا في المباريات الكبيره هنلاقي منه مستوى افضل من كده بكتير كمان. لكن دي كانت لفته ولقطه برده من اللقطات الجيده جدا ولمحات فنيه روي فيتوريا، ناخد بالنا من التفاصيل دي لانها بتفرق قوي في المباريات الكبيره. ايضا عمر كمال الحقيقه ادى اداء واروع. يمكن حتى عجبني بقى في تغييراته لما خرج مروان عطيه ولعب بمحمد النني ونزل حمدي فتحي في منطقه وسط الملعب، لعب بتريزيجيه، يعني خلى تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد وايضا اللاعب عمر مرموش. في لقطه من اللقطات هنشوف ان محمد صلاح ومصطفى محمد هم اللي في الخط الامامي وعمر مرموش بيجي من تحت. وهنتابع مجمل المباراه. منتخب مصر الحقيقه فاز بنتيجه 6-0
مباراة كانت قوية، مباراة كان فيها سرعة، كان فيها مهارات، كان فيها تحرر، كان فيها جوانب خططية في الثلث الأمامي بغض النظر إن الفريق مستواه متوسط، ولكن الحقيقة شفنا لمحات فنية جيدة في الثلث الأمامي بالنسبة لروي فيتوريا. ولكن الحقيقة لو هنتكلم على نقاط الضعف ودي اللي ممكن تظهر الفترة اللي جاية ومهم جدا روي فيتوريا يعالجها، المدافعين. يعني احنا النهارده بنعتمد على علي جبر، وعلي جبر في المباريات الكبيرة أنت محتاج لاعيبة تكون سرعات ولاعيبة تكون أقوياء. يعني محمد عبد المنعم سنه صغير وسريع ولاعيب بيلعب كورة وبيبني هجمات من تحت من الخلف الأمام بشكل جيد جدا، احنا محتاجين النوعيه اللي زي دي. فالنهارده علي جبر وهنتكلم على رامي ربيعه شايفهم عناصر مش مناسبه، فمهم جدا ان انت تتدارك نفسك بسرعه، لان الحقيقه هتيجي بعد كده في مباريات جايه والامور هتكون صعبه. ولكن لو هنتكلم على منطقه وسط الملعب وعلى منطقه خط الهجوم، انا شايف ان روي فيتوريا بيأدي اداء ولا اروع، ويمكن الحقيقه كمان ابتدينا نشوف ده بالنتائج الفعليه على الواقع. يمكن الحقيقه روي فيتوريا حقق انتصارات، خسر في مباراه واحده في المباريات اللي لعبها مع المنتخب المصري، والنهارده بيفوز بنتيجه ساحقه لاول مره لمدير فني انه يفوز بعدد كبير جدا من الاهداف من فتره كبيره جدا. اول مره نشوف الحقيقه على الرغم ان الفريق اداء مستواه متوسط، ولكن كنا قبل كده بنعاني امام الفرق دي. فكون ان انت النهارده بتأدي اداء جيد واداء مقنع وبتقدم كورتك الهجوميه وبتمتع جمهورك ادي اداء راقي، ده مهم جدا. واتفقنا ان روي فيتوريا امام الجزائر ادى اداء رائع واقنع الجميع خططيا، ولكن في بعض الامور البسيطه لو عالجها روي فيتوريا اعتقد احنا هيكون عندنا منتخب قوي ويقدر كمان يقدم لنا منافسات قويه في كاس العالم، وده اللي احنا محتاجينه، ده المهم جدا بالنسبه لنا. ولكن الحقيقه المباراه كانت جميله جدا، وبنقول بدايه خير بالنسبه للفريق المصري، وان شاء الله باذن الله منتخبنا يصعد لكاس العالم. عجبني النهارده ان خلاص المنتخب المصري بقى ليه شخصيه وبقى ليه شكل مع روي فيتوريا. اعتقد مع وجود عناصر كتيره جدا هيتم اضافتها مع المنتخب المصري الامور هتختلف تماما الفتره اللي جايه. وصلنا لنهايه حلقتنا سريعا، ولكن انتظروا مننا حلقات متميزه الفتره اللي جايه. دايما هنكون معاكم اول باول في كل الاحداث. اللي الحلقه عجبته واللي لسه ما اشتركش معانا يدوس اشتراك على طول اول لما يتابعنا، وما تنساش تعمل لايك والشير مهم جدا. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ملعب السير هيكون فيه مفاجآت كتيره جدا وهيكون فيه حلقات متميزه، انتظرونا. وطبعا ما ننساش نعمل فولو ومتابعه لصفحتنا على الفيسبوك. معانا دايما في ملعب السير التميز والرياده. بشكركم جدا والى اللقاء.